عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب اخوكم، انا عارف ان انا طالع لكم متأخر شوية، لكن والله العظيم غصب عني، اعذروني. الحلقة خدت وقت كبير وخدت مونتاج كتير والكلام ده كله، فانا غصب عني والله. لايك بقى، يعني ايه التقدير بلايك بقى ايه، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك، ولايك بمناسبه فوز الاهلي بقى والكلام ده كله. وبعدين بقى لي 10 سنين بعمل لك في الحلقه، فانت بقى قدرني واعمل لايك بقى. مش هبقى انا بتعب بقى لي سنتين 3 بعمل في الحلقه وانت بقى ما تكروتني. روق على اخوك باللايك كده خالص. انا نخش في الموضوع على طول. الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1 بعد تأخره في النتيجة حتى الدقيقة 71. فوز مهم جدا للنادي الأهلي، فوز بيديني دفعة كبيرة جدا للأمام. فوز أنا هلعب ماتش الجاي، ماتش كهرباء الإسماعيلية. كهرباء الإسماعيلية هلعبه إن شاء الله أكسبه، وفاضل لي ماتش مؤجل ألعبه بإذن الله أكسبه تمام، وافرق عن الزمالك بنقطه، هعديه بنقطه، هبقى في الصداره بنقطه، وهيرجع تاني. وقلت لكم كل فريق هيرجع لمركزه الطبيعي، محدش صدقني والكل ضحك عليا. قلت لكم يا جدعان كل فريق هيرجع لمركزه الطبيعي، محدش صدقني. فنخش بقى ايه في المباراه وتفاصيل المباراه والكلام ده كله. الزمالك بيبدا الماتش بكذا فرصه كده لعدي الدباغ تمام، والفرصه الثانيه لناصر ماهر، ومش عارف الكره اللي جت جنب العارضه، وكذا فرصه كده بيبدا ايه الزمالك بيقوم. بعدين بتيجي فرصه لياسر ابراهيم الركنيه تمام. نخش بقى ايه في المباراه في الاهداف وكده. الزمالك بيسجل هدف من ضربه ضربه الجزاء المعاده اللي اتعادت، وبالمناسبه القرار صحيح بنسبه 100% ان ضربه الجزاء تتعاد. واصلا ضربه الجزاء من الاول هي فعلا ضربه جزاء، مش هنافق، هي ضربه جزاء من الاول اصلا، وقرار الاعاده هو صح. لكن في الكابتن شوبير طلع قال لك طالما هاني ما كانش معدي مهاجم الزمالك، هاني اللي طلع الكره ركنيه، شاطها بعد ما الشناوي صدقه هو اللي طلعها ركنيه. وطالما هاني مش معدي مهاجم الزمالك يبقى او مدافع الزمالك، يبقى القرار سليم وما ينفعش ان الكره تتعاد. انا ما اعرفش تفاصيل القانون ده والقوانين عامه، لكن انا من رايي انا على القانون اللي انا فاهمه هي لازم تتعاد على القانون اللي انا فاهمه تمام. حسام عبد المجيد بيدخل بيسجل هدف في الدقيقه 31 وبيركنها للشناوي. ركنه يا جدعان، ركنه من الاخر، اللي هو لو راجل هات لي نوير ودوناروما وبوفون واي حد في المرمى كلها مش هيجيبها. كره في مقتل يا جدعان، في مقتل، اقسم بالله في مقتل. والشناوي عمل اللي عليه في الاولى وصد ضربه الجزاء الاولانيه، لكن حسام عبد المجيد الثانيه حطها في مقتل. عبد الله السعيد اللي قلت مش هيضيعها، وقلت كده عبد الله السعيد هيسجل، ضيعها. حسام عبد المجيد دخل، قلت حسام عبد المجيد هيشمعها، لكن كنت حاسس انه هيضيعها شويه وما ضيعهاش تمام. ده الهدف الاول لنادي الزمالك اللي كنت بموت لما كان بيتسجل. فاول بقى ايه جه بعد الجون بشويه ب10 دقايق ولا بتاع. محمد شريف كان رايح انطلاقه ناحيه مرمى الزمالك، وكان في 2 مدافعين عليه، بيتهيألي كان محمد اسماعيل بيتهيألي وحسام عبد المجيد. مهم محمد اسماعيل شده يعني هو رايح، هو مش هقول لكم انفراد، انا مش هقول لكم انفراد، لكن هو رايح في اتجاه المرمى بتاع الزمالك. المفروض ان محمد اسماعيل شده، فالمفروض ان هي فاول وانذار. ما حسبش ولا فاول ولا انذار ولا اي حاجه حرفيا، ما حسبش اي حاجه، كمل لعب. ومحمد اسماعيل شده لا اما عرقله مش فاكر، لكن انا كاتبها هو مسجلها عندي. محمد شريف رايح انفراد، ما الحكم ما حسبش اي حاجه. انا مش عارف الحكم ده يا جدعان جايبينه منين، والله العظيم ما اعرف الحكم ده جايبينه منين. انتوا ما لقيتوش اللي هو اصلا في اسبانيا الحكم ده مش درجه اولى، مش لاقيين الا الحكم ده وتجيبوه؟ هي ناقصه عته يا جدعان، والله العظيم ما ناقصه. رايحين تجيبوا لنا حكم مش درجه اولى؟ ده ايه ده؟ انا مش فاهم والله العظيم. المهم الكره الثانيه اللي بعد الفاول بتاع محمد الشريف اللي ما احتسبش، في الكره اللي هي اللي خبطت في جسم بنتايج، كانت في الدقيقه 44 خبطت في جسم بنتايج هنا. الكره ما جاتش هنا خالص، الكره حتى ما مش في الكم مثلا اقول مش ضربه جزاء، ده ما جاتش هنا خالص. الكره جايه هنا، خبط هنا في صدره، الكره ما فيهاش اي حاجه. الكره انا بشوف ان القرار ان هي مش ضربه جزاء قرار طبيعي جدا، وقرار
قرار منطقي. انا بشوف ان انا بقول اللي ليا واللي عليا اهو، انا بقول لك في فاول للاهلي، لكن ضربه الجزاء اللي بيقولوا عليها ضربه جزاء هي مش ضربه جزاء. انا مش هنافق، كوره مش ضربه جزاء للنادي الاهلي. وقرار صحيح من الحكم في الدقيقه 44. الكوره مش ضربه جزاء اللي خبطت في جسم بنتايج مش في ايده. تمام. نيجي بقى ايه للكره اللي بعدها اللي في الشوط الثاني. بقى ندخل على الشوط الثاني، اهم التفاصيل اللي حدثت في الشوط الاول اللي انا قلتها لك دي. نيجي بقى ايه في الشوط الثاني. فرصه للاهلي في الدقيقه 52. الاهلي كان بادئ قوي، الاهلي كان داخل عايز يكسب، عايز يعمل حاجه، عايز ان هو داخل بشراسه هجوميه، لكن ما مشيتش معاه لحد ما الشحات نزل. فرصه للاهلي في الدقيقه 52. وبالمناسبه يا جدعان الاهلي ما عملش حاجه لحد الدقيقه 70، لحد الدقيقه 65 الاهلي ما عملش اي حاجه. مفيش اي حاجه حصلت من الاهلي الا تضييع فرص، وفرص مش هقول عليها فرص محققه للتسجيل. تمام. فالاهلي لحد الدقيقه 65 الاهلي ما بيعملش اي حاجه في الماتش، مفيش اي حاجه، مفيش اي جمل. حتى يعني لحد انا هقول بعد الجون مثلا في جمل وحاجات وانطلاقات وتيكي تاكا ومش عارف الكلام ده كله. قبل الجون مفيش جمل تكتيكيه المدرب يحفظها للاعيبه ان هي تعملها في الملعب وتخترق دفاعات الزمالك اللي بالمناسبه كانت حديديه. فبعد الجون اللي سجلوه مفيش اي جمل، مفيش اي خطط، مفيش اي تكتيك، مفيش اي فنيات من المدرب عماد النحاس. مدرب اخره الماتش الجاي بتاع كهرباء الاسماعيليه، وفي التوقف الدولي الاهلي هيعلن عن المدرب الجديد باذن الله. تمام. محتاجين مدرب شخصيه قويه، محتاجين مدرب يعرف يشكم ويمسك اللعيبه دي، محتاجين مدرب يكون مش فنيات قد ما هو شخصيه. تمام. ف عماد النحاس اخر ماتش له كهرباء الاسماعيليه الماتش الجاي، وفي خلال التوقف الدولي اللي هو الاسبوعين او ال10 ايام ده هيعلنوا عن المدرب الجديد. فرصه للاهلي في الدقيقه 52 بيضيعوها. تمام. بعديه طرد للزمالك لم يحتسب في الدقيقه 55. الكره اللي هي بتاعه ناصر منسي وياسين مرعي. الكره ناصر منسي رافع وشه في رجل ياسين، في وش ياسين مرعي، خبطوا هنا، خبطوا بالظبط اهو. دينجرس بلاي، لعبه خطر، رافع رجله في صدر ياسين مرعي. دينجرس بلاي، والكره لعبه خطيره ما فيهاش كلام، ودي طرد للزمالك لم يحتسب ومحدش يناقشني في دي لعبه بيسموها في الكوره دينجرس بلاي، اللي هو لعبه خطر، ما ينفعش. ولو حصلت مع الزمالك في الموسم اللي فات لما كانوا بيلعبوا غزل المحله، لاعب غزل المحله رفع رجله في وش لاعب الزمالك وكانت طرد، وقلت ان هي طرد. ما كنتش لسه بعمل فيديوهات والكلام ده كله، لكن انا قلت بيني وما بين نفسي ان هي الكوره طرد. نفس الكوره بتحصل، نفس الكوره، والحكم ما حسبهاش. تمام. الحكم ده انا ما اعرفش جاي منين، قسما بالله الحكم ده انا ما اعرف جاي منين اساسا، ما اعرفش، اقسم بالله ما اعرفش. فالكرة طرد للزمالك لم يحتسب في الدقيقة 55. محدش يناقشني في دي عشان انا مش هقتنع. تمام. بعديها بقى ايه فرصة للاهلي في الدقيقة 57 على فرصة للزمالك في الدقيقة 59، والفرص رايحة جاية والماتش رايح جاي والكلام ده كله. وبعديهم تبديل للاهلي في الدقيقة 68. التبديل الذهبي بالنسبة للنادي الاهلي، التبديل عريس المباراة، رجل المباراة، رجل اي حاجة في الحياة كلها دلوقتي، حسين الشحات بدلا من العاهة طاهر محمد طاهر. تمام. حسين الشحات نزل بدل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 68. بالمناسبة يا جدعان قبل بس ما اتكلم على حسين الشحات والجون والكلام ده كله، عماد النحاس معاه 5 تبديلات لحد الدقيقة 80 هو مبدل تبديلة واحدة. حسين الشحات بدل طاهر اللي في الدقيقة 68 تبديلة واحدة. يا راجل يا مفتري حرام عليك، تبديلة واحدة طول 80 دقيقة، حرام عليك. والتبديلين التانيين اللي هو كان مين؟ كان تبديل الاهلي في الدقيقة 84 عبد القادر بدل شريف وديانج بدل بن رمضان. تمام. دي التبديلة التانية كانت في الدقيقة 84. حرام عليك، انت لحد الدقيقه 84 لحد الدقيقه 84 معاك 5 تبديلات، عملت منهم تبديله واحده. فانا بشوف ان تبديلات عماد النحاس غريبه، وانا مش مستوعبها ومش فاهمها ومش هفهمها. تبديلات عماد النحاس، انت ايه اللي بتعمله ده؟
معاك تبديلات وخسران وبتبدل اول تبديله في الدقيقه 88 في الدقيقه 68. في حاجه غريبه، حاجه مش مستوعبها ومش فاهمها ومش هفهمها. نيجي بقى لهدف الاهلي بعد التبديل على طول، بعد تبديل حسين الشحات بطاهر محمد طاهر، نيجي للتبديل الذهبي والهدف الذهبي للنادي الاهلي واللعيب الذهبي ورجل المباراه. هدف حسين الشحات في الدقيقة 72، هدف من حسين الشحات، هدف الماظ، هدف ذهب. محمد شريف، حسين الشحات بيبصيها لمحمد شريف، محمد شريف بياخد حسام عبد المجيد او مش فاكر محمد اسماعيل، بياخد مدافع الزمالك ايا كان هو مين، فرش بيحدفه، بعته يجيب له مخلل، بعته يجيب له سندوتشات عشان بعد الماتش يبقى ايه، يبقى يهضم بقى اللي حصل في الماتش. بعته يجيب له سندوتشات ومرر الكوره لحسين الشحات، تمريره عالميه والفينش بقى. نيجي بقى للفينش، اي لاعب غير حسين الشحات، اللعيب اللي مش حريف. حسين الشحات لعيب كوره، لاعب حريف. اي لاعب غير حسين الشحات كان تشطح الكوره، كان طيارها، يلا اطلعي بقى، انا زهقت بقى منك، اطلعي. حسين الشحات بكل هدوء بكل بساطه ببطن رجله، اركن يا باشا في البعيده فوق في السماء، في سقف الشبكه، اركن، والكوره دخلت الجون، وهدف عالمي، هدف اسطوري، هدف تاريخي، والهدف اللي اربك لاعبي نادي الزمالك وخلاهم فقدوا الثقه في نفسهم واربكهم بعد الجون اللي جابه حسين الشحات. جون عالمي، جون المكسب للنادي الاهلي، هو جون تريزيجيه جون المكسب، لكن ده الجون اللي فتح الماتش، ده الجول اللي فتح لنا الماتش، اللي خلانا نلعب بنفس ونعرف نلعب. والزمالك طبعا ارتبك وعدم الثقه بقى والكلام ده كله، والمساحات اتفتحت بقى ويهاجموا بقى ايه، فاتحين الخطوط وعايزين يجيبوا جون واتنين ومش عارف ايه عشان يكسبوا. الاهلي في المساحات لعب كرة مرتده، والجون الثاني للاهلي في الدقيقه 78، حسين الشحات، حسام عبد المجيد بيشيله حرفيا، هو حسام عبد المجيد بيشيله تمام. محمد اسماعيل رفع رجله في صدر حسين الشحات، شاله. نفس الكرة اللي امتى، اللي انا بقول لكم طرد للزمالك اللي هو بتاع ناصر منسي وياسين مرعي، نفس الكرة بالملي، الكرة اتعادت بالملي. دي ما حسبش فيها طرد ولا حسب فيها اي حاجه، حسب فيها فاول وانذار، بس دي طرد، دي ما حسبش فيها طرد، ودي حسب فيها ضربه جزاء وبتهيألي انذار للزمالك. معرفش، دبلوماسيه غريبه في الكوره، اقسم بالله كوره شبيهه لنفس الكوره، دي ضربه جزاء ودي ما يحسبهاش طرد. فانا مستغرب، حاجه غريبه، حكم اونطه، حكم تعبان، حكم مش عارف يدير الماتش، مش عارف يلعب الماتش. عايز اكلمكم برضو في نقطه تانية بمناسبه الحكم، كانت الكره اللي هي بتاعت بنتايج، اللي هي الكره بتاعت بنتايج، اللي انا بقول لكم مش ضربه جزاء للزمالك، مش ضربه جزاء للاهلي. الكره دي خبطت في صدر بنتايج ومش ضربه جزاء والدنيا تمام وخلاص، وخبطت في صدر بنتايج، طلعت بره، يعني هي ما فضلتش في الملعب، طلعت بره، المفروض ان هي ركنيه. الحكم يجي اسقاط مين يا حكم يا متخلف يا اللي مش عارف تدير الماتش؟ اسقاط ازاي؟ هي الكره فضلت في الملعب، الكلام ده لو الكره بقى فضلت في الملعب ولسه ما طلعتش واللعب وقف، فهنعمل ايه؟ هنكمل اللعب ازاي؟ فهنعمل اسقاط. انما الكره طلعت وخلاص مش ضربه جزاء، اي حكم في التاريخ، اي حد في التاريخ هيقول لك وهيحسب لك ان دي ضربه جزاء، ان دي ركنيه. طالما دي مش ضربة جزاء تبقى ركنية. انت بتفهم واحنا ما بنفهمش؟ يعني هو العالم كله، الناس اللي في الحياة كلها بتفهم، ما بتفهمش وانت اللي بتفهم؟ يا عم جننتنا بقى، وكتاب الله جننتنا مش ناقصاك. ده انت حكم غريب، اول مرة في حياتي اشوف حكم غريب بالشكل والمنظر ده. ما علينا، نيجي بقى نكمل ايه. ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات، كان طبعا محمد اسماعيل بتهيالي ولا مش فاكر، كان حسام عبد المجيد، كان شال صدر حسين الشحات، نفس الكرة اللي بقول لكم عليها اللي هي المفروض طرد للزمالك، شال صدره حرفيا، هو شال حسين الشحات. ونفس الكرة اللي هي برضو في ماتش 5-3 اللي كان حمزة المسلوسي شال صدر عمرو السولية. الكرة دي بتتكرر تاني، يعني الكرة دي على طول بتتكرر، معرفش ايه حكايتها معانا. فالكرة دي بتتحسب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي، صحيحة.
تمام في الدقيقه 78. مين اللي بيخش يشوطها؟ تريزيجيه. بيني وبينكم بقى انا كان نفسي بن شرقي بصراحه، لكن طالما تريزيجيه دخل وجابها خلاص يا باشا انا مبسوط وما كنتش عايز بن شرقي يشوطها. تمام الحمد لله انها جت. في الدقيقه 78 تريزيجيه بيجيب ضربه جزاء وجون المكسب للنادي الاهلي. الجون اللي هو بقى ايه، خلاص اللعيبه ارتاحت نفسيا، اللعيبه هديت، اللعيبه بقت بتلعب بهدوء، بقى عندها ثقه، بقت حتى لما بتمسك الكره بتنقل، بتلعب لعب لقدام. اللعيبه ما حدش حتى اللعيبه بعد ما جابت الجون الثاني وفي الدقائق الاخيره اللعيبه مش بتمسك الكره وتهدى بقى وتقف ورا بقى في منطقه الجزاء عندنا احنا والكلام ده كله. لا، اللعيبه بتلعب لقدام، اللعيبه بتلعب هجوم، اللعيبه عايزه تجيب الجون الثالث وتتخلص من الضغط النفسي والعصبي اللي عليهم عشان ما يجيش فيهم الجون الثاني. اللعيبه بقى عندها الثقه، خلاص انا كسبان 2-1 وخلاص، فانا ايه عندي الثقه بقى ان انا هنقل وهباصي وهلعب لقدام وهلعب كور فيها ريسك والكلام ده كله، وبيلعبوا كره هجوميه وبيتقدموا لقدام. تمام بعد الجون الثاني للاهلي نيجي بقى ايه لتبديل الاهلي في الدقيقه 84. يا مفتري، انا اتكلمت عن النقطه دي من شويه في اول الحلقه بقى، خلاص مش هتكلم عنها تاني. بس 84 ازاي يا اسطى؟ ازاي يا اسطى؟ انت غبي يا اسطى، معاك 5 تبديلات تغير واحد منهم لحد الدقيقه 80، لحد الدقيقه 84 انت بدلت تبديله واحده وانت خسران. غريبه ومش فاهمها ومش هفهمها. نيجي بقى ايه في الدقيقه بقى 93 طبعا في الوقت الاضافي، فرصه للزمالك من عمرو ناصر في الكره اللي جت في العارضه، ولو كانت جت جون انا كنتش هطلع لكم، ما كنتش هطلع لكم النهارده، كان هيجي لي سكته قلبيه، كنت زماني دلوقتي في المستشفى في التراب في الاخر. والله العظيم انا كان هيجي لي سكته قلبيه حرفيا. ما اعرف، الحمد لله انها ما جاتش. في الدقيقه 93 عمرو ناصر بيهدر فرصه للتاريخ حرفيا، والله العظيم للتاريخ، فرصه ذهبيه، فرصه على ذهب، يعني على طبق من الماظ، على طبق من ذهب حرفيا، اقسم بالله. الماتش بينتهي وبرضه عمرو ناصر بعد الفرصه دي جات له فرصه لكن خرجها بره ما حطهاش في المرمى ما بين الثلاث خشبات. الماتش انتهى والماتش خلص والحمد لله الاهلي كسب والدنيا رايقه والدنيا زي الفل، وحسين الشحات خد رجل المباراه وتستحقها يا ابني، انت عريس الليله وعريس الليله الجايه والليله اللي قبلها، انت عريس يا اسطى النهارده اقسم بالله. لكن عايزه اكلمكم في نقطه بقى، هو انتوا بتتنكروا بالطقم الازرق لما بتقابلونا؟ انتوا بتتنكروا بالطقم الازرق. انا نفسي اشوف قمه بين الاهلي والزمالك. انا النهارده بقول يا جدعان انا مش شايف قمه انا مش شايف اهلي وزمالك بيلعبوا. انت عمرك شفتنا بنلعب قدام الزمالك الا بالقميص ده وبالتيشيرت ده الاحمر اللي انا لابسه ده؟ انت عمرك شفتنا بنلعب قدام الزمالك او في ماتش قمه الا بالتيشيرت دي عقليه رجعيه. ما يعني ده انا مش عارف في ايه، اقسم بالله ما اعرف. انتوا بتتنكروا. انا اول ما لقيتهم داخلين الملعب بالطقم الازرق انا قلت نهاركم ازرق، وطلع فعلا طلع نهاركم ازرق وايامكم الجايه كلها سودة. وبصوا انا هنا لما ابقى اعمل لكم حلقات بعدين بقى وكده، مش دلوقتي، انا هبقى محايد والكلام مش محايد بس مش هقعد احفل، فانا مش عايزه احفل عليكم دلوقتي، لكن انتوا ايامكم السودة كلها والله العظيم هتبقى ايامكم الجايه كلها هتبقى سودة. انتوا مثلا بتتنكروا في الطقم الازرق، انا ما اعرفش انا من يوم ماتش كاس مصر اللي امام عاشور هو بتاع امام عاشور وقفشه اللي جابوا فيكم جوان، انا ما شفتش الزمالك بيلعب قدامنا بالابيض. 5 ماتشات ما شفتش الزمالك بيلعب قدامنا بالابيض. حرام يا جدعان والله العظيم، انا ما بشوفش قمه، انا بشوف اهلي وفريق تاني بيلعب قصاده، ما بحسش بطعم اجواء القمه لما الزمالك بيكون لابس الطقم الازرق او الاسود ايا كان. فعايزين بعد كده يا جدعان ما تتنكروش في اللبس الازرق، وبتخسروا برضه، بتخسروا. ما تتنكروش في اللبس الازرق بعد كده، والعبوا قصادنا ماتش قمه اهلي وزمالك، نستمتع بالماتش، نحس ان في اجواء اهلي وزمالك فعلا. مش امال انتوا يا جدعان، انتوا عاملين الطقم الابيض ليه والفانيلا البيضه بخط حمر انا هفضل احبها طول العمر؟ في ايه يا جدعان؟ ما تلعبوا قدامنا بقى بالطقم الاعتيادي بتاعكم بقى، يا ناقصه قرف يا جدعان، يا ناقصه انتوا بتتنكروا في اللبس الازرق. ما تلعبوا بقى، عايزين نحس ان في اجواء قمه في اهلي وزمالك بيلعبوا. على العموم يا صديقي، انا محتاج بس منك لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك وتدعم اخوك كده.
بمناسبه فوز الاهلي خلصانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وهارد لك جماهير نادي الزمالك الشقيقه.